ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله. النهارده بقى هنعمل حاجه نعملها كل شهر، التموين بتاعنا. هنعمل صابون من الزيت المستعمل. بص يا ست الكل، ب50 جنيه هوفر لك 350 جنيه. هتقولي ازاي؟ هتشوفي معايا و... وهتقتنعي بكلامي وهتقومي تعمليه على طول. ده ربع كيلو بطاطس، يعني كوبايتين. ده ليمون، قشر ليمون، جبته حطيته في الخلاط، ما عدتش بغليه. الاول كنت بجلي الليمون وبعد كده بضربه في الخلاط. لا، بضربه في الخلاط على طول وهو ساقع، لان سخونيه الليمون مع سخونيه البطاطس كانت بتقعده كتير على ما بيبرد. فانا المره دي ما غليتش الليمون، خدت القشر على طول ضربته في الخلاط مع شويه ميه وصفيته، وخدت منه كوبايتين، يعني كوبايه البطاطس عليها كوبايه ميه ليمون، قشر ليمون. تمام كده. بدوبهم بقى مع بعض كلهم كده لحد البطاطس ما يدوب. وبحط نص كوبايه خل، طبعا عشان يحافظ على الجلد بتاعنا. تمام. وبسيبه لما يبرد. طبعا البطاطس بيطلع ابخره، خلي نفسك بعيد وخليك وشك بعيد. فسيبته لحد ايه، طبعا مقطع الفيديو، سيبته لحد ما برد. تمام. وقمت حطيت ايه بقى، 4 معالق سكر. ده بالنسبه لنا ماده حافظه، تحافظ على الصابونه وتخليها تقعد وقت اطول. تمام. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله اول شعبان. ربنا يا رب كده يدينا بركته ويبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. هحط قد ايه بقى على كوبايتين البطاطس دولت زيت؟ بحط 6 كوبايات زيت. تمام. 6 كوبايات زيت يعني كيلو شويه. تمام كده، يعني هحط على الكوبايتين دول 12 كوبايه. أنا بعمل بالكوبايه اهوت، عشان اللي ما عندوش ميزان يعمل بالكوبايه عادي. يبقى كوبايه بطاطس عليها كوبايه ميه ليمون، عليها 6 كوبايات زيت. هتقولي كمية الزيت، لا مش هتشوفيه في الاخر. تمام كده. 4 معالق سكر، 4 معالق ملح بيعادلوا بعض، ونص كوباية خل. والله الكلام ده كلته طبعا انتي قالية بتنجان، قالية طعمية، قالية فلفل، بس بلاش بتاع الزيت بتاع السمك. انا بستبعد بتاع السمك خالص، عشان نسبة الزفارة فيه تبقى عالية، فانا ما بحبش بتاع السمك خالص. اي زيوت تانية غير السمك. تمام كده. عندي بقى كيسين من الاكياس اللي هي الجاهزه دي، عندك جاهز في جراكن. خدي كوبايه. انا بحطه ليه؟ لان ده فيه ماده الفورمالين اللي هي الماده الحافظه، بتساعد على برضو الصابونه تبقى لها رغوتها عاليه، وكمان تقعد وقت طويل. وده الجل بتاع الغسيل، يعني 2 بتوع المواعين وواحد بتاع الغسيل. اي منتج عندك حطيه، بس يا ريت يكون معبأ، يعني جراكن او اكياس. تمام كده. هنحط كيسين من بتوع المواعين وكيس من بتاع الهدوم. تمام. كل حاجة انا بحطها بقلب شوية واسيبها واروح اشوف شغلي وارجع لها تاني. ما تقفيش له. انا بحط الحاجة واروح اقلب واشوف حاجة تانية اعملها، وارجع له تاني يكون ايه، تقيل شوية. وانا عندي الملح بحطه في الاخر خالص بعد الزيت، عشان الملح بيساعد على التصليب، ما يصلبش منك بسرعة من قبل ايه ما تحطش بقية المكونات. تمام كده. عندي العلب دي طبعا كانت بتاعت اكل، غسلتها وركنتها. عاوزة لأي حاجة. ساعات بحط فيها اكل لحد طالع بره، طالعين بره كده بحط فيها. طبعا استعملتها النهارده للصابون. اه. بصوا، عمل معايا 3 اطباق. عندك صاج قديم، عندك كرتونة، عندك اي حاجة انت عايزة تحطي فيها حطي فيها، اي حاجة مربعة كده او شكلها يعني ان انت تعرفي تحطي فيها. عندك قوالب، والله خير وبركة. تمام كده اهو. عارفة كوبايات التيك اواي، البلاستيك او الورق، ممكن تصبي فيها عادي، مفيش اي مشكلة. الشكل ده مش مهم عندنا، المهم المنتج نفسه. تمام. بصوا الصابونة، اقسم بجلالة الله، اقسم بجلالة الله، بعد نص ساعة بالظبط كان ربط. بس مش هقول لكم جمد، هو ربط. بس بعد ساعتين كان بالشكل ده. بس هو برضو لسه طري. تمام. هنسيبه بقى. هو بياخد وقت عشان احنا كمان في الشتاء، فبياخد وقت عن الصيف. الصيف بينشف بسرعة، حرارة الجو بتنشفه بأسرع.
لكن السقعة دي في رطوبة في الجو وسقوعية، فما بتنشفش بسهولة. بصوا بقى، عمل 35 صابونة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. 35 صابونة، يعني الصابونة لو في 10 جنيه، يعني ب350 جنيه. كلفناها احنا ايه؟ ربع كيلو بطاس ب30، وتلات اكياس من ام 5، ادي 45 جنيه. والزيت كده كده كنت هترميه، يعني استفدتش بحاجة كنت هترميها. تمام. عملنا منهم ب350 جنيه منتج تستعمليه طول الشهر. ده بقى شرابات، حتت المطبخ، عايزه تبشريه بعد ما ينشف، تبشريه وتحطي منه في الغساله لاي اي بقعه عندك، اي بقعه جاف، اي حاجه. ادعكي بس عليها كده ايه بالصابونه دي وسيبيها شويه. اقسم بالله العظيم سحر. في المواعين بقى ما اقولكوش، بتخلي الالمونيا جديده جديده سلستين. ومنتج احنا هنرميه وهنتضر منه، يعني انت هترميه مش هتستنفعي بيه، بس هتتضر منه. طبعا احنا في شتاء، بيخلي المواسير بتاعه الصرف بتتجمد. تمام. لو انت رميتيه في البلاعه، ولو بعتيه غلط، عشان في غيرنا بياخدوا بينقيه من الشوائب وبيرجعوا يعبوا تاني ازايز ويبيعوه ويتباع لينا في شكل منتج يستهلك تاني. فاحنا لا، احنا كده عملنا منتج مستنفعين بيه وحلو وهيوفر معانا كتير. انا قلت لك الفيديو كلته وسبتك ما قلتلكيش حطي لايك، لان أنا مش هطلب منك حطي لايك. دي حاجة بقى بينك وبين ربنا. لو انت عايزة القناة دي تزيد وتكبر بيكم ويكون لها مشاهدين، حطي لايك وشيري الفيديو بالله عليك. ربنا يرزقك بزيارة الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خليها كده في رقبتك صدقة، ان انتي تعملي لايك وتحطي شير وتعملي شير للفيديو. ولو عملت اشتراك يبقى انا ممنونة منك قوي. بحبك في الله، وانتم سبب ان شاء الله سعادتي وفرحتي ورزقي انا وعيالي. بحبك في الله. تنسيش اللايك والاشتراك، واعملي شيري من عندك الفيديو. سلام عليكم.